آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. خبر عاجل: ريال مدريد يعلن إصابة ديني هاوسن في عضلة ربلة ساقه اليمنى، ومن المتوقع غيابه لمدة 5 إلى 7 أيام. بحسب عدة تقارير صحفية إنجليزية، دخل النجم البرتغالي برناردو سيلفا دائرة الضوء من جديد مع اقتراب نهاية عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف. برشلونة وأتلتيكو مدريد يبديان اهتماما كبيرا بضم اللاعب صاحب 31 عاما، حيث يميل سيلفا إلى خوض تجربة في الليغا، كما أن ناديه السابق موناكو يراقب الوضع، لكن جاذبية الدوري الإسباني قد تحسم القرار النهائي. خبر عاجل: جافي يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق. وبحسب صحيفة دايلي ستار، يدرس مانشستر يونايتد خطوة مفاجئة بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر بعدما بات مرشحا لمغادرة ليفربول خلال الصيف المقبل. وكشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ يطمح إلى خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني مستقبلا. وقد تم إخطار قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة برغبة اللاعب وطموحاته، ورغم هذا الطموح لا يخطط اللاعب لمغادرة أليانز أرينا في الوقت الحالي، إذ لا توجد أي نية لرحيله عن صفوف البافاري في المستقبل القريب. وصرح ديبول لاعب نادي انتر ميامي: أعتقد أن الفوز بالدوري الأمريكي أصعب من الفوز بدوري أبطال أوروبا.